السلام عليكم ورحمة الله. صلوا على الحبيب. حبايبي واخواتي الحلوين، الماميز والبنات كمان الصغيرين وكمان المبتدئين. شايفين الطعامة دي؟ احلى كوكتيل كده من محشي الخضار اللذيذ، وكمان في الصينية وعلى البوتاجاز هنعمله. شايفين شكله ما شاء الله؟ صلوا على النبي. يلا بينا كده صباح الفل نشرب المشروب الخاص بتاعنا على حسب ما بتحبوا. ويلا بينا نبتدي هنطبخ مع بعض الوصفة الجميلة ديت، اسهل واخف طريقة، وكمان وصفة لذيذة جدا جدا، وهنطبخها بالطريقة الطبيعية، مش هنحضر مقادير ولا اي حاجة. افتح التلاجة بتاعتك وهنطلع الخضار والحاجة اللي فيها قدامنا كده، وهنبتدي نعمل حاجة بحاجة مع بعض. وهنخلي المحشي ان شاء الله طريقته سهلة وبسيطة وسريعة، مش هتتضايقي منه ومش هيعطلك عن اي حاجة. بالعكس، ممكن كل ما تفضي تعملي حاجة فيهم وتركنيها على جنب، وعلى ما تخلصي شغلك هتكوني كمان خلصتي الوصفة بتاعتنا وطبختي وعملتي كمان احلى وصفة. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة طلعنا الخضار كله معانا كده على الصينية قدامنا عشان نشوف هنعمل ايه. وبدأنا بتقطيع الطماطم كده وهنضربها في الخلاط. وهنا بوريكم البنجر انا بجيبه وبخليه عندي على طول في التلاجة، ولو طول بقطعه واخليه في الفريزر. بعمل منه على طول العصير، خاصة الفراولة والرمان بيبقى جميل جدا. وبحط منه طبعا على الطماطم، خاصة لو كانت جامدة او خضرة شوية. بس انا عن نفسي مش بحب احط كتير، يعني شريحة صغيرة كده زي ما انتم شايفين، عشان خاطر ما بحبش لونها. هي طعمها جميل وفوائدها كتير او كل حاجة، لكن اللون بتبقى لو زيادة شوية بتدي على اللون الفوشيا كده. احنا عايزين اللون الاحمر، وهوريكم كده الشريحة الصغيرة اللي انا حطيتها دي هتعمل لون احمر جميل جدا. وهو ده اللي احنا عايزينه. هنعمل النهارده المحشي بتاعنا عبارة عن فلفل اخضر وبتنجان وكوسة وطماطم، وممكن كمان تعملوا بطاطس، ممكن حاجات كتيرة جدا. وطبعا طعمه بيبقى جميل جدا. ممكن تعمليه بلحمة مفرومة او تعمليه على لحمة او على شوربة، او كمان لو ما عندك الشوربة ممكن تعملوا له شوربة. وممكن تعمليها على فراخ، على حاجات كتير وجميلة جدا. نوعي بقى وحسب الموجود عندك. وهقول لكم على سر جميل جدا جدا بخصوص التسوية، تابعوني هتعرفوه لان مش هتصدقوا عن تجربة. وهقول لكم عليها. مش بحب استخسر اي معلومة في اي حد. واللي هيعرفوني يعني بطريقة خاصة يعرفوا كده. تابعوني ان شاء الله هقول لكم عليها. طبعا هنا الفلفل اليومين دول جميل جدا، شكله جميل وريحته جميلة يفتح النفس. فانا في الوقت اللي زي ده بزرعه عندي في البيت. دايما عندي خضار مثلا الفلفل والطماطم والخضرة دايما. يعني كنت بطلع الصبح كده اجمع شوية الحاجات دي كده من قدام بيتي، وبعمل منهم احلى طبق سلطة بيبقى جميل جدا لان حاجة عندك كده في البيت. هنا بدأنا نقور الحاجة. طبعا حاول ان البتنجان يكون دبلان او بيتيه عندك قبلها في التلاجة، يكون جميل جدا. وتضغطي عليه كده من بره، بس بيبقى سهل. بتدخلي المقوار وبتلفيه زي ما شفتي كده، وتضغطي عليه بيطلع كله معاكي مرة واحدة وجميل جدا. والكوسة كمان حاولي بس ان الكوسة هي اللي تكون صبحة وبتتقور بسهولة جدا. انا بحب هنا اكسرها نصين وبعملها بتكون حلوة كده وشكلها جميل. الفلفل كمان سهل في التقوير بتاعه، هوريكم كده الطريقة حبايبي بتاعته هتقدروا دلوقتي. تعملوا احلى محشي خفيف وسهل، وبالطريقه ديت هتقدروا تعمليه على طول، مش هياخد منك وقت ولا غلبة. انتوا عارفين المحشي بياخد وقت، لكنه جميل جدا ومفيد وكله خضار وبيبقى خفيف طبعا لانه بيبقى كله فيتامينات. فبس انت لو مشغولة ممكن تقدري خليكي برضو كده سريعة في بيتك، ولازم تكون ايدك في كل حاجة. انا هنا والله العظيم كنت مشغولة، كنت بعمل كل شوية حاجة فيه وارجع اكمل اللي ورايا، وبعد كده برجع اكمل فيه حاجة تانية. بس كل حاجة جاهزت مع بعضها، وبعد كده ببدأ ان انا احشيه او اعبي الخضار بتاعي، وبعلق عليه بقى على النار وخلاص كده. بس يعني حاولي ان انت تكوني ملمة بكل حاجة حواليكي. ست البيت على فكرة بتاخد ثواب كبير جدا على شغلها في البيت يا جماعة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو قال كده، وفي احاديث كتير بتقول كده تدل على كلامي ده. يعني انت لو شلتي بس غرض او شلتي حاجة كده من مكان لمكان في بيت جوزك بتاخدي عليها ثواب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان ربنا بيكون بينظر للست لو شالت مكان من، فيما معناه لو شالت حاجة من مكان لمكان بس في بيت جوزها ربنا بينظر لها. وطبعا العذاب والنار بعيد عن الست اللي ربنا بينظر لها، عن اي شخص ربنا بينظر له.
ربنا يجيرنا ويجيركم يا رب من النار وعذاب النار، اللهم آمين. طبعًا هنا إحنا دلوقتي عملنا التقلية بتاعتنا البصل، وكمان حطينا عليها توم، وحطينا الطماطم بتاعتنا، وبعد كده هنحط أحسن حاجة طبعًا، والحاجة اللي بتودي المحشي في دنيا تانية اللي هي التوابل. حطينا نص معلقة كمون، نص معلقة بهارات 7 بهارات، معلقة كبيرة ملح، نص معلقة فلفل، ومعلقة كبيرة من الزعتر الأخضر، وده هو اللي بيودي المحشي يا جماعة، أو أي تسبيكة بالذات المعجنات والمحشيات في أو المحاشي في دنيا تانية خالص. هنا بنقطع اهوت البقدونس. أنا طبعا هنا كمان كنت حاطة مرقة دجاج وبهارات فراخ. هنا قطعنا اهوت الشبت بيدي طعم جميل جدا مع البقدونس في المحشي. لو عندكم تشكيلة من البقدونس ممكن تضيفوها، بيكون جميلة جدا مع بعضها. من الخضار عامة البقدونس والكزبرة والشبت بتكون جميلة جدا، ولو نعناع كمان أخضر أو ناشف تبقى حلوة أوي. ضفنا كده، نزلنا الرز على التسبيكة بتاعتنا، وكمان نزلنا الخضار. هنقلبهم بقى كويس جدا. خلي بالكم انه بيكون لسه الخلطة سخنة، نقلبهم كويس جدا بالساتيرا او معلقة او حاجة. وبعد كده هنقعد بقى مع بعض، لان دي قعدة عائلية يعني، لازم ولادي بيحبوا يشاركوا فيها، وكمان بيحبوا ياكلوا زينا كده واحنا صغيرين، بيحبوا ياكلوا الخلطة بتاعة المحشي ديت كده نية. بتكون حرشة كده وجميلة وبيحبوها طبعا، بس ما تكترولهمش منها يعني. انا بكون عاملة حسابي ومزودة فيها، عشان عارفة ان هم هيقعدوا معايا يحبوا يعملوا، وكمان ياكلوا منها. وكمان اللي بيتفضل بسويه لهم في الاخر، بيبقى جميل جدا. هنا بقى جيت خلصناه كده، وحطينا الخضار بتاعنا اللي قلت لكم عليه في الاول كده مرموش، حطيته تحت. وبعد كده جينا بقى للسر بتاع التسوية. صدقوني مش هتصدقوه غير عن تجربة، وجربوه انتوا تشوفوا. يعني لو حابين ان انتوا تعملوا مثلا المحشي كله في حاجة واحدة، في صينية كبيرة مثلا، او طاسة كبيرة زي كده اللي هي في الطقم، او مثلا حلة كبيرة على نار واحدة، فبترصوه كده على بعضه. انا هنا بس كنت هحطه على بعضه، لكن كنت حطيت الطماطم على الحلة التانية لان كانت موجودة. لو مش موجودة عادي برضو على فكرة. وهنا حطيت له بس المية اللي انا بقلب بيها الطماطم اللي فاضله في الخلاط، يعني اقل من ربع كوبايه مش اكتر. تخيلوا كده، اللي هي بتاعه الخلاط بس، غسيل الخلاط بس كده، وحطيتها فيها اللي هي يعني يعتبر بالطماطم عشان التسويه. وطيت عليه النار خالص، فبدأ بعد كده انزل الميه اللي انتوا شفتوها دي كلها، وبعد كده فضيت منه مرتين كوبايتين كبار ميه من ميه الخضار. صدقوني جربوها وهتشوفوا، على نار هاديه، واستوى كله زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا الخضار اللي تحت بيكون جوسي وطعمه جميل جدا جدا. وضفت عليه بس معلقه ملح كده من فوق قبل الميه اللي قلت لكم ان انا ضفتها. وتفضلوا كوبايه ميه او شوربه جميله جدا وصحيه جدا، زودت بيها الرز اللي فاضل وسويته بيها زي ما شفتوه. وكمان فاضل طبق شوربه خضار جميل جدا. وديت كانت وصفتنا، جربوها ان شاء الله هتعجبكم وعلى ضمانتي، واستنى رايكم فيها كمان لو عملتوها. او تنزلوا لي الصور بتاعتها على المنتدى او على الفيسبوك على صفحة ريم هوم. ان شاء الله تعجبكم. جه بقى وقت ان احنا ندوها. بصوا يعني شايفين التسوية بتاعته جميلة عاملة ازاي. بألف هنا وشفا. لو وصلتوا لغاية هنا ما تنسوش بقى اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بننزله ان شاء الله اول باول، لو ما كنتوش لسه اشتركتوا. وقولوا ايه رأيكم في القناة، ولو حابين اضافة او حاجة جديدة، تعديل او وصفة جديدة، قولولي وانا ان شاء الله انزلها لكم بأسرع وقت. شايفين الكوسة من جوه قلبها عامل ازاي. اعملوها بقى خفيفة او سميكة زي ما تحبوا، وان شاء الله تكون نالت اعجابكم. عايزة اقول لكم طعم وريحته كان تحفة. اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفة جديدة وفيديو جديد. مع الف سلامة.